قررنا نسوي تجربة اجتماعية بسيطة عشان نعرف هل من الممكن نحرك أجسامنا بأساليب بسيطة حتى نعيش بحياة صحية أفضل؟ ظلينا نراقب من عدة زوايا حتى نشوف من راح يستخدم أي خيار من اللي موجودين، مع العلم بأن الدرج هناك في وسط الجامعة وسهل الاستخدام. ولما سألناهم عن خياراتهم كانت هذه أجوبتهم. والله استخدم المصعد. ليش؟ السلم مرات تتعايز، يعني مرات تصير السلم يعني مثلا السلم له قوانين شروط، صعدة معينة، مستوى معين. اثنينهم. يعني أي أكثر؟ على حسب، يعني إذا واجد تعبانة أستعمل المصعد، بس otherwise أستعمل الدرج حق رياضة. عادة تستخدم الدرج أو المصعد؟ الدرج. ليش؟ صحيا رياضيا. نعم. وأسرع. إذا راكب المصعد ننزل الدرج. ليش؟ لأن المصعد ياخذ وقت على ما يوصل، فأنا أسهل لي إني أروح بالدرج أستغل وقتي، خصوصا إذا كان طابق يعني قريب. سؤال على الطاير. على الطاير ما شاء الله. تستخدم المصعد أو السلم أكثر؟ بالنسبة لي نعم. في هالعمر لا المصعد. ليش؟ ركب شنو؟ المصعد. ليش؟ لأنه ما عندي وقت. والله أكثر شيء. أكثر شيء. ليش؟ رياضة. رياضة. أنا دائما دري. ليش؟ يعني أفضل الدري يكون يعني كرياضة وصحة وأفضل يعني. لا المصعد أكثر. ليش؟ يعني المصعد في الصعود أكثر، في النزول الدرج ساعات أحيانا. المصعد. المصعد ليش؟ ما أدري، كسل صراحة. كسل؟ إيه. استخدم مساعد أكيد. ليش؟ أنا تحس أريحية أكثر من السلالم. لا المصعد أكثر. ليش؟ أريح وأسرع. والله أحيانا هيك وأحيانا هيك. إلا المصعد طبعا. ليش؟ أنا كسول. مثل ما تشوفون التجربة البسيطة بيّنت أن الغالبية تستخدم المصعد، رغم أن ركوب الدرج يحرق نص سعرة حرارية لكل درجة، واستخدامه لمدة 8 دقائق يعادل المشي لمدة نص ساعة، وهالشي يعني بإمكان الموظفين والطلبة ممارسة الرياضة أثناء أداء مهامهم.